الأمن العام. نظم مجلس النواب ورشة عمل حول العلاقة بين مجلس النواب والحكومة بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين البريطانية ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. شارك بها موظفون من مجلس النواب الأردني وضباط وارتباط الوزارات والمؤسسات الحكومية مع المجلس، تعزيزا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبهدف تطوير القدرات البرلمانية لموظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية والاطلاع على الأدوار الرئيسية لضباط الارتباط مع المجلس. جاء تنظيم هذه الورشة. ورقة العمل التي أقدمها ستكون تحت عنوان تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية، ولكن ستقدم من منطلق خاص وهو استعراض للتطورات السياسية التي جرت في الأردن خاصة والمنطقة عامة منذ العشرينات، وتأثير هذه التطورات السياسية على الحياة البرلمانية الأردنية، تحديدا التأثير للتطور السياسي على الحياة البرلمانية منذ إمارة شرق الأردن، مرورا باستقلالها، إعلان المملكة، المنادى بالملك المؤسس ملكا على البلاد، ومرورا بأحداث فلسطين وحرب 67 ومؤتمر الرباط. استعرض المتحدثون العلاقة بين مجلس النواب والوزارات والتطورات السياسية في الأردن والمنطقة وانعكاساتها على الحياة البرلمانية، وأهمية العلاقة بين موظفي الحكومة وموظفي البرلمان. ابتدأت مؤسسة الشركاء الدوليين التعاون مع الجانب الأردني تقريبا من 3 سنوات. نحن نتعاون مع مجلس النواب الأردني ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بخصوص 3 مناحي رئيسية، منها دعم اللجان البرلمانية بعملية تدقيق التشريعات. هذا العمل يتضمن دعم إلى السادة النواب والسادة الموظفين، وهو عبارة عن تبادل خبرات ما بين الجانب الأردني والممارسات العالمية في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك نحن نعمل مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على دعم العلاقة أو ترتيب العلاقة ما بين البرلمان والجهاز التنفيذي في الحكومة أو السلطة التنفيذية. مديرية الشؤون البرلمانية في وزارة الزراعة عملها يأتي من خلال الإجابة على استفسارات واستجوابات وأسئلة السادة النواب والأعيان خلال الفترة التي يحدد القانون، وتهدف هذه الورشة إلى الشراكة بين الوزارة والبرلمان من خلال الأسئلة والرد في الفترة المحددة. نظمت هذه الورشة بمقتضى مذكرة التفاهم بين الحكومة الأردنية ومؤسسة الشركاء الدوليين لتعزيز القدرات البرلمانية لدى موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية. إيناس الكايد، التلفزيون الأردني.